شرع اليمين المتطرف الفرنسي قرار استهداف أبناء الجالية الجزائرية دون سواها، وذلك عشية انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالمملكة المغربية. وهو ما كشفه سؤال كتابي لأحد نواب حزب التجمع الوطني الذي كان يسمى الجبهة الوطنية بزعامة ماريان لوبان وجوردان باريلا، وقد وجه بشكل رسمي لوزير الداخلية الفرنسي، وفيه يوجه اتهامات عنصرية ضد أبناء الجالية الجزائرية بالضلوع في أعمال عنف عندما يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم منافسات رسمية. من الجزائر نرحب بمراسل المشهد محمد جرادة. إذا محمد، كيف تتلقف الجزائر مثل هذه التصريحات من اليمين الفرنسي المتطرف؟ الواقع مالك أن هذه التصريحات يعني تقابل باستهجان واشمئزاز، لأنه لا يعني اليمين المتطرف الفرنسي خاصة حزب ماري لوبان لا تتوقف عن مهاجمة كل ما يرمز إلى الجزائر من جزائريين، حتى الاحتفال في بالفوز أو حتى انتصار فريق الجزائري، حتى أو احتفال بكأس إفريقيا الذي ينطلق في المغرب. ربما تخوف من أي فرحة، يعني حتى بالنسبة للجزائريين غير مفهوم، وأن يمنع أو حتى يمنع الاحتفال أو الفرحة، التعبير عن فرحة بالنسبة للجزائريين من أصل فرنسي أو فرنسيين من أصل جزائري. فكأس إفريقيا تعلم مالك أنها تضم عدة جنسيات، من السنغال، من النيجر، من نيجيريا، من مالي، وهي أيضا أعراق موجودة في فرنسا. فلماذا استثناء بالنسبة للجزائر غير مفهوم؟ لماذا استثناء الجزائريين أو الفرنسيين من أصل جزائري من التعبير عن فرحاتهم في حال التفوق أو الفوز في كأس إفريقيا أو حتى الفرحة؟ فهذا أمر غير مفهوم طبعا، ولكن غير مستغرب في الوقت ذاته بالنظر إلى مواقف اليمين المتطرف الفرنسي الذي يواجه كل ما هو جزائري. نعود إلى 2019، كيف تعامل الأمن والشرطة الفرنسية مع الجزائريين الذين أرادوا فقط التعبير عن فرحتهم بفوز فريقهم في كأس إفريقيا ورفع الأعلام، فتم التعامل بعنف معهم ومنعهم من رفع حتى الأعلام الجزائرية. طبعا بالنسبة للجزائريين الأقدام السوداء أو ما يعرف من يعني يحنون إلى الجزائر الفرنسية ما زالوا لا يقبلون بأي رمز من رموز من أعلام أو حتى التعبير الجزائريين في فرنسا في أي حالة من الحالات، بما فيها فرحة كأس إفريقيا أو الفرحة بالفوز. الغير مفهوم أيضا حينما يكون فرنسي من أصل جزائري حقق إنجاز كبير في فرنسا، يصبح بالنسبة للجزائر، يصبح بالنسبة للفرنسيين يصبح فرنسي، ولكن ربما عندما يتصرف أو يقوم بسرقة سيصبح جزائري. فالكيل بمكيال في هذا التصرف غير مفهوم طبعا. كما قلت هناك استهجان واشمئزاز من هذه التصرفات المشينة التي تأتي تزامنا مع بداية كأس إفريقيا بالمغرب.